قطة السينما العربية وأميرة السينما المصرية، صاحبة العيون الساحرة زبيدة ثروت، حفيدة السلاطين وملكة جمال الشرق. اتولدت زبيدة ثروت سنة 1940 لأب من ضباط الجيش المصري وأم من أحفاد السلطان حسين كامل. دخلت زبيدة عالم السينما من باب الجمال، فبعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الشرق وفوزها باللقب انتشرت صورة البنت الجميلة صاحبة العيون الساحرة على غلاف المجلات، فأعجب بها العديد من المنتجين واتعرض عليها أكتر من عمل سينمائي. وبرغم موافقة والدها ووالدتها على دخولها عالم التمثيل، إلا إن الرفض جه من العيلة الكبيرة وبالأخص من جدها السلطان اللي حذرها من امتهان التمثيل وهددها بحرمانها من الميراث. وبالفعل صرفت زبيدة النظر والتحقت بكلية الحقوق وعملت كمحامية في أحدى المكاتب. لكن بعد فترة استمرت العروض تنزل على زبيدة لحد ما قدرت تقنع جدها بخوضها عالم التمثيل، وشاركت في أول عمل سينمائي بدور بسيط في فيلم دليلة بطولة شادية وعبد الحليم حافظ. وفي نفس السنة شاركت في فيلم حكاية 3 بنات، واللي يعتبر الانطلاقة الحقيقية لزبيدة ثروت، واللي من بعدها قدمت العديد من الأعمال السينمائية. وفي عام 1991 قدمت أول بطولة ليها قدام عبد الحليم حافظ في فيلم يوم من عمري. جمال زبيدة كان مخليها فتاة أحلام العديد من الشبان من داخل وخارج الوسط الفني، فزبيدة اتجوزت 4 مرات في بداية حياتها. وفي مقتبل العشرينات اتجوزت من ضابط بحري، لكن الجوازة ما استمرتش كتير وانفصلت عنه بعد شهور من الزفاف. ومن بعدها اتجوزت المنتج السوري صبحي بركات وأنجبت منه 4 بنات، ثم اتجوزت من المهندس محمد إسماعيل، آخر زيجة كانت من الممثل عمر ناجي. وبرغم جوازاتها الأربعة، إلا إن زبيدة اعترفت إنها ما حبتش في حياتها غير عبد الحليم حافظ، اللي انتظرت كتير إنه يعبر لها عن حبه لتعيش ما تبقى من حياتها على ذكراه. وفي فندق بالكويت قابلت الفنانة زبيدة ثروت لاعب الكرة الشهير بيليه، واللي اتعلق بيها من أول لحظة. وخلال رحلتهم في الكويت عبر لها عن إعجابه ورغبته في الجواز منها، لكن وقتها كانت وهبت زبيدة ما تبقى من حياتها لحبها الأبدي عبد الحليم حافظ، ورفضت عرض بيليه على الفور. وفي نهاية السبعينات أعلنت زبيدة اعتزالها الفن والتفرغ الكامل لرعاية أحفادها والاهتمام ببناتها. ثم غادرت زبيدة مصر ورحلت مع بناتها للاستقرار في أمريكا، لكن طلبت من بناتها الرجوع لمصر حتى تدفن بعد وفاتها بجوار عبد الحليم حافظ.